الأول مدرسة القبس الخاصة. هوايتي القراءة، عندي مكتبة في البيت، فسأقول لكم قصة. الغراب والرغيف. كان الغراب يعيش في جزيرة في وسط البحر، يأكل من الثمار ويطعم الصغار، وذات يوم لم يجد طعام، خرج يبحث عن طعام. ذهب الغراب إلى قرية صغيرة عند شاطئ البحر، ووجد بنت صغيرة تحمل رغيف صغير. انطلق الغراب وطار في الجو. أراد الغراب أن يعبر البحر إلى الجزيرة، وأثناء ذلك مرت طائرة شارك في مسابقة تحدي القراءة، قرأتها العام 50 قصة. كنت مشارك في مسابقة القارئ الصغير. هوايتي الثانية القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي، نار حامية. صدق الله العظيم. هوايتي الثالثة قراءة الشعر والقصائد. أنا عبقري كي أخط أناملي مجدا يرفرف في البلاد عظيما، وأسابق العزمات أتبع الهدى، أزري ثباتا في الدنا ونعيما. لي همة المقدام قابوس الذي سار الركاب باسمه تعظيما. وهو الهمام الشهم في غاياته، بدأ البناء يشيد التعليم. كالبحر يتسع العطاء بكفه، بالرشد يسعى قائلا وحكيما. أكرم به رجل السلام، وآية بالخير ينشده الأنام كريما. والتزين بالعز فخر عمامة، هي تاج نور يشهد التكريما. نمضي عباقرة نمهد وطنا، كيما ننور راحلا ومقيما. القصيدة الثانية عن الأم. من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة، فالغي أروق أي ماء راقي. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرا مدى الآفاق. لا أقول عن نساء سوافرا، فإن الرجال يجلن في الأسواق. يدعين حيث أردنا من وازع، تفرق بده وما من في الواقع. يفعلن أفعال الرجال هواهية، عن واجبات وعاف الأحداق. في دورهن شؤونهن كبيرة، كشؤون رب السيف والمزراق. أتمنى أن أقول